اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. بصوا عملنا القرص بتاعت المخابز الجميلة ازاي. عملناها بطريقة سهلة وبسيطة، ومكونات كلها موجودة في البيت. بس انت لو مش عندك سمسم هتشتري من بره، لكن كل المكونات اللي احنا عملنا بيها كلها موجودين في اي بيت. تعالي نشوف الطريقة مع بعض، حطي اللايك وتعالي شوفي احنا عملناها مع بعض ازاي. انا جبت الطبق اهوت وبدأت انزل بالمكونات بتاعتي. ايه هي بقى؟ نص كوباية من الزيت، ومعلقة من الزبدة. ممكن ما تحطيش زبدة، ممكن تحطي كوباية الا ربع من الزيت، ممكن تحطي معلقة من السمنة على حسب اللي موجود عندك في البيت. وبعدين حطينا نص كوباية لبن، ممكن برضو نبدلها بنص كوباية مية. وبعد كده حطينا كوباية الا ربع من نفس المعيار من السكر. وهجيب الاسباتولا بقى وابدا اقلب كل المكونات دي في بعضها. ليه ما جبتش المضرب؟ علشان انا مش عايزه اعمل القوام كريمي وتيجي بقى تبقى القرص طريه معايا، لا انا عايزه القرص تبقى مقرمشه وجميله اكلها مع الشاي او مع اللبن. فهبدا ان انا اقلب بالاسباتولا، وحطيت رشه بسيطه من الفانيليا، وهبدأ أدوب السكر كويس جدا 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 مع الخليط اللي احنا حاطينه. معلقة الزبدة والزيت والسكر والنص كوباية اللبن، وهنبدأ ننزل بالدقيق علشان نعمل أحلى قرص جميلة مقرمشة. هننزل بثلاث كوبايات من الدقيق في الأول، وبعد كده هنبدأ نظبط الخليط بتاعنا كله. عايزة أقول لكم يا ريت اللي أول مرة يشوف قناتي ما ينساش بالاشتراكات ويفعل الجرس عشان يوصل كل جديد. وكومنتاتكم الجميلة ربنا ما يحرمني منكم أبدا، ونفضل مع بعض على طول. ولايكات كتير 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 علشان القناة تفضل معاكم. وهبدأ ان انا اقلب بقى الدقيق كويس جدا مع الخليط اللي احنا حطيناه. هقلبه كويس جدا 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 علشان اشوف هو محتاج دقيق تاني ولا لا. طبعا انت الدقيق اللي انت حطاه اللي هما التلات كوبايات دولت ممكن يكفوكي. احنا عارفين ان كل نوع دقيق ممكن يكتفي بكمية من السوائل غير التاني. جيت قلبت اهوت، قلت لا لا لا، ده هي محتاجة شوية دقيق تاني. هروح اجيب كوباية الا ربع من الدقيق، وهبدأ انزل بيها شوية بشوية. حطيت شوية وبدأت اقلب، لقيتها لا لسه برضو. رحت قلت بقى ايه، انزل ببقية الكوباية الا ربع من الدقيق علشان نظبط المقادير الجميلة، ونعمل القرص اللي اولادي طالبينها المقرمشة الجميلة جدا جدا اللي تعملوها بألف هنا. هما بيحبوها كده ياكلوها مع اللبن او مع الشاي. وبيستطعموها بتبقى جميلة جدا، على طول بعملها لهم. فانا قللت المكونات علشان تبقى مقرمشة وجميلة جدا زي ما احنا بنشتريها من المخابز وروعة. بصوا الطعم والريحة كان رهيب جدا. خلاص كده قلبتها في بعضها واتشالت من الاسباتيولا بتاعتي. هبدأ اقلبها بايدي، اقلبها تقليب بس، مش هعجنها انا، بس هلملم بيها كل الدقيق اللي موجود معايا في الطبق. وهبدأ الم العجينة لان هي نص كيلو بس من الدقيق. هنعمل منه كمية جميلة جدا ان شاء الله هتعجبكم، بس خليكم معايا. خلاص قلبت كده العجينة في بعضها ولمتها. هنزل بقى هجيب السمسم بتاعي، وهجيب الصينية اللي انا هحط فيها القرص الجميلة اللي احنا هنعملها مع بعض. هبدأ ان انا اقطع على قد ما انا عايزة من العجينة. طبعا انا قطعت عجينة صغيرة زي بتاعة المخابز بالظبط اهي. وهبدأ بقى ايه اكورها، واروح حطاها في السمسم وادوس عليها هتديني نفس السمك اللي انا عايزاه. اهي دوست عليها وقلبتها علشان احط سمسم من الناحية التانية. احنا حطينا من ناحية وهنقلبها علشان نحط من الناحية التانية. اهي ما شاء الله جميلة جدا جدا. صدقوني والله انا عملتها كانت روعة. اتمنى ان انتوا تعملوها بطريقتي وتقولوا لي رأيكم في كومنتات جميلة زيكم. انا كده بقى ايه، هبدأ اعمل واحدة تانية قدام الكاميرا عشان اوريكم. ما شاء الله جميلة جدا. وهي كده كده بتيجي سمسم في ايدي، فالسمسم بيطلع في العجينة. فعادي كده كده اصلا احنا هنعمل القرص كلها بالسمسم، فلو جت فيها سمسم من ايديا عادي خالص. بصوا ما شاء الله جميلة ازاي، بصوا شكلها روعة ازاي. انتوا اعملوها وشوفوا طعمها جميل خالص ازاي. هيبقى روعة ومقرمش وجميلة جدا، ومش هتبطلوا ان انتوا تعملوها بنفس الطريقة الجميلة دي. يلا بقى يا ست الكل، شوية دقيق وشوية سمسم وشوية زيت،
وقومي اعملي احلى قرص لاولادك كده، وخليهم ياكلوا بألف هنا، ويدعولي لما تعجبهم ان شاء الله، وتقولولي في كومنت جميل. وهبدأ بقى اعمل التانية. بصي عايزة اقولك حاجة، مش عايزة العجينة تتقطع منك، اديها سخونة ايدك. يعني ايه؟ هقولك ازاي. لفي العجينة كويس جدا 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 على ايديكي، علشان لما تيجي تبططيها ما تتقطعش منك. يعني بصي، لفي العجينة جامد جدا اهي، جامد جدا. خليها تاخد الحرارة بتاعت ايديكي، عمرها ما تتقطع ابدا. لكن انت لو عملتيها بسرعة هتتقطع معاكي كده. بصوا ما شاء الله بقت جميلة، مهما بططتيها عمرها ما هتتقطع منك ابدا ابدا، وهتبقى جميلة خالص، وهتدي الدوران اللي انت عايزاه. وهبدأ اعمل بقى شوية بشوية قدام الكاميرا. انا حابة ان انا اوريكم، فبجري الفيديو علشان ما اقطعش من الخطوات. انا حابة اوريكم عملت واحدة واتنين وتلاتة واربعة، علشان ما تفوتكوش حاجة. خليكم معايا خطوة بخطوة. بصوا السمك جميل جدا جدا دوت. بصوا هي طلعت بنفس الطريقة، لا وطعم احلى بكتير كمان. انتي حباها تكون قطرة شوية، حطي سمنة ازيد او حطي زبدة ازيد من الزيت. وهبدأ بقى انزل بقى بالقرص. ما شاء الله عملت اول صينية، كانت جميلة جدا جدا. خلاص كده عملنا اول صينية. هخلص بقى بقية القرص وارجع لكم. بصوا الصاج دوت كان بتاع ماما الله يرحمها، فانا بعتز بيه جدا جدا جدا. ورحت عاملة فيه بقى وكملت بقية القرص. خلاص كده وحطيناها في الفرن وطلعناها من الفرن. بصوا ما شاء الله جميل، روعة. احلى قرص تاكليها مع الشاي بلبن، واحلى قرص تاكليها مع اللبن، وتعمليها لاولادك ياكلوها فطار عشاء بألف هنا على قلبهم. روعة. بصي مش هتشتري قرص من المخابز تاني. انت عملتي حاجة بحاجة قليلة جدا جدا عندك في البيت. عملتي كمية قد ايه؟ من نص كيلو دقيق عملت بالظبط يعتبر كيلو. يعني من نص كيلو دقيق عملت كيلو قرص. ما شاء الله جميلة جدا جدا وروعة. والله عجبت ولادي جدا وعجبت زوجي. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعملوها بطريقتي، وتقولي لي رايكم في كومنتاتكم الجميله. بصوا ما شاء الله قربتها على الكاميرا عشان تشوفوها. ايه رايكم؟ هستناكم تعملوها وتقولوا لي رايكم في كومنت جميل زيكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. واللي نسي اللايك يحط اللايك. وانتظروني في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.